فإن هذا من التشبه بالكفار، بل هو من التهنئة لهم والمشاركة لهم في شيء هو من أهم خصائصهم وشعائرهم، وهذا محرم بإجماع العلماء من السلف والخلف. لا يجوز لمسلم أن يهنئ أحدا بعيد من أعياد الكفار، ولا أن يشاركهم بالاحتفال فيه، ولا أن يظهر فيه فرحا ولا سرورا. ولا يجوز للمسلمين أن يتخذوا عطلة في أعمالهم أو مدارسهم أو سائر شؤونهم فيما هو من أعياد الكافرين. قد أبدل الله المسلمين خيرا من ذلك. جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، يوم النيروز ويوم المهرجان، وهي من أعياد المجوس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله بهما يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. فهذه أعياد المسلمين، عيدان سنويان وعيد أسبوعي، وهو يوم الجمعة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم. وما عدا ذلك فليست من أعياد المسلمين، بل هي من التشبه بالكافرين، ولا يجوز للمسلم أن يشاركهم فيها، بل الأشد من ذلك أن يشاركهم في عيد هو من خصائصهم وليس للمسلمين به أي علاقة، كعيد رأس السنة الميلادية أو ما يسمى بعيد الكريسماس. هذا من خصائص الكفار لا يمت للمسلمين بأي صلة. فعيد المسلمين عيد الفطر وعيد النحر وعيد يوم الجمعة، وأما هذا العيد فهو عيد النصارى، فما علاقة المسلمين به؟ فتاريخ المسلمين هو التاريخ الذي كان من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي اجتمع عليه الصحابة، وهو الذي أجمعوا عليه وسارت عليه الأمة الإسلامية، ولم يدخل عليها تاريخ النصارى إلا في السنين الأخيرة بعد احتلال النصارى لبلاد المسلمين، وإلا فليس من شأن المسلمين ولا مما يخصهم ولا لهم أي علاقة به، ولا يمثل شيئا يتصل بالإسلام، لا زمن ولا حدث ولا موقف عظيم ولا شيء من ذلك. عمر رضي الله عنه لما طلب منه ذلك اليهود الاحتفال بيوم عظيم أبى عمر، مع أنه يوم عظيم. جاء في صحيح البخاري أن رجلا من اليهود قال لعمر: آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال: قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه، نزلت في يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة يوم جمعة، ومع ذلك بين له عمر أنه لا يحتفل بهذا اليوم ولا يتخذ هذا اليوم عيدا، لأن أعياد المسلمين منضبطة بالدليل، ليسوا كالكفار كلما حدث لهم حدث اتخذوا عيدا. فأعياد المسلمين عبادة وليست عادة. أيام المسلمين طاعة، أيام المسلمين بعد واجبات عظيمة. عيد الفطر بعد ركن من أركان الإسلام وهو الصيام، وعيد الأضحى بعد ركن من أركان الإسلام وهو الحج، وعيد الجمعة في إقامة هذه الشعيرة العظيمة والعبادة العظيمة، ليست كأعياد الكفار التي لا معنى لها. صيامكم وما عدا ذلك فليست من أعياد المسلمين، بل هي من التشبه بالكافرين، ولا يجوز للمسلم أن يشاركهم فيها، بل الأشد من ذلك أن يشاركهم في عيد
هو من خصائصهم وليس للمسلمين به أي علاقة، كعيد رأس السنة الميلادية أو ما يسمى بعيد الكريسماس، هذا من خصائص الكفار لا يمت للمسلمين بأي صلة. فعيد المسلمين عيد الفطر وعيد النحر وعيد يوم الجمعة، وأما هذا العيد فهو عيد النصارى، فما علاقة المسلمين به؟ فتاريخ المسلمين هو التاريخ الذي كان من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي اجتمع عليه الصحابة، وهو الذي أجمعوا عليه وسارت عليه الأمة الإسلامية، ولم يدخل عليها تاريخ النصارى إلا في السنين الأخيرة بعد احتلال النصارى لبلاد المسلمين، وإلا فليس من شأن المسلمين ولا مما يخصهم ولا لهم أي علاقة به، ولا يمثل شيئا يتصل بالإسلام، لا زمن ولا حدث ولا موقف عظيم ولا شيء من ذلك. عمر رضي الله عنه لما طلب منه ذلك اليهود الاحتفال بيوم عظيم أبى عمر، مع أنه يوم عظيم. جاء في صحيح البخاري أن رجلا من اليهود قال لعمر: آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال: قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه، نزلت في يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة يوم جمعة، ومع ذلك بين له عمر أنه لا يحتفل بهذا اليوم ولا يتخذ هذا اليوم عيدا، لأن أعياد المسلمين منضبطة بالدليل، ليسوا كالكفار كلما حدث لهم حدث اتخذوا عيدا، فأعياد المسلمين عبادة وليست عادة. أيام المسلمين طاعة، أيام المسلمين بعد واجبات عظيمة، عيد الفطر بعد ركن من أركان الإسلام وهو الصيام، وعيد الأضحى بعد ركن من أركان الإسلام وهو الحج، وعيد الجمعة في إقامة هذه الشعيرة العظيمة والعبادة العظيمة، ليست كأعياد الكفار التي لا معنى لها.